الجولة الخامسة في دوري أبطال أفريقيا تعتبر جولة ما فيهاش أي هزار، يا تكتب اسمك فيها مع المتأهلين يا تودع البطولة بدري بدري. جولة الحسم وجولة الأعصاب تعتبر هي جولة الحسابات المعقدة، وجولة مليانة قمم عربية كبيرة. هنشوف فيها نهضة بركان خارج أرضه ضد مواجهة باور دايموند، بيراميدز في اختبار صعب قدام ريفرز يونايتد، وقمة عربية بين شبيبة القبائل والأهلي، ومواجهة مصيرية بين الجيش الملكي ويانج أفريكانز، وقمة عربية تانية بين مولودية الجزائر والهلال السوداني. مباراة صعبة جدا للترجي مع استاد مالي على صدارة المجموعة. في الفيديو ده أنا هعرفك كل حاجة تخص المجموعات وتخص مواعيد المباريات والملاعب بتاعتها، والأهم من كل ده توقعات الذكاء الاصطناعي لنتائج الجولة ديت. لكن قبل ما ندخل في التفاصيل، تفتكر مين هيقدر يرفع كاس البطولة في النهاية؟ اعمل لايك متين واشترك في القناة لو لسه جديد، وتعال نفك شفرة المجموعات. وخلينا نبدأ القصة واحدة واحدة من الأول. تعالوا نراجع الحسابات كده بسرعة ونشرح اللقاءات قبل الدنيا ما تولع. المجموعة الأولى عندك فيها بيراميدز في الصدارة مع 10 نقط بنسبة كبيرة، يعتبر حسم التأهل لدور ربع النهائي. أما نهضة بركان فهو في المركز الثاني عنده 7 نقط بعد الخسارة التقيلة قدام بيراميدز بثلاثية نظيفة. وباور دايموند في المركز الثالث معاه 4 نقط ولسه في المنافسة. وريفرز يونايتد آخر المجموعة بنقطة واحدة. البداية هتكون في زامبيا، باور دايموند هيقابل نهضة بركان على ملعب باور دايموند. نهضة بركان فريق منظم بيقدم مباريات قوية جدا باستثناء الهزيمة الأخيرة ضد بيراميدز، إلا إنه فريق بيعرف يلعب كويس قوي بره أرضه ويقفل الماتش في اللحظة الصح. باور دايموند فريق على ملعبه بيعتمد على الضغط البدني ونهضة بركان محتاج إنه يرجع هيبته بره أرضه. عشان كده الذكاء الاصطناعي اتوقع إن خبرة بركان هي اللي هتحسم اللقاء ده، وتوقعاته قالت إنها هتبقى مباراة مكافأة، لكن الكفة بتميل لنهضة بركان والنتيجة الأقرب يفوز نهضة بركان 1-0. لكن أنا مش حاسس بكده خالص، وتوقعي الشخصي هو التعادل هيبقى إيجابي، بالرغم من إن نهضة بركان كان فاز مباراة الذهاب على أرضه. المباراة ديت هتبقى يوم السبت 7 فبراير الساعة 2 بتوقيت المغرب، والساعة 3 بتوقيت مصر، والساعة 4 بتوقيت السعودية. المباراة التانية في نفس المجموعة ديت بين ريفرز يونايتد وبيراميدز على ملعب ريفرز يونايتد في نيجيريا. بيراميدز من أكتر الفرق استقرارا في البطولة، لا مش بس البطولة ديت، ده في كل بطولات أفريقيا سواء في دوري الأبطال أو في الكونفدرالية. الفريق الوحيد اللي بيقدم أداء قوي جدا من حيث التنظيم والهدوء والقوة الهجومية الواضحة. ريفرز فريق بدني لكنه ممتاز جدا في العشوائية المطلقة، عشان كده بتحس انه بيعاني قدام الفرق اللي بتعرف تستحوذ. الذكاء الاصطناعي شايف ان بيراميدز هيخلص المباراة دي بدري قوي، وكمان موقعها مهرجان اهداف 5-0 لصالح بيراميدز. انا شايف ان هم 2-0 كفاية، خصوصا ان بيراميدز هيبقى عايز يريح عناصر كتير اساسية لانه خلاص يعتبر ضامن التأهل. المباراة دي هتكون يوم الاحد الساعة 6 بتوقيت مصر. اما بقى يا سيدي المجموعة التانية ففيها الاهلي متصدر ب8 نقط، والمنافسة مولعة جدا مع يانج افريكانز والجيش الملكي اللي كل واحد فيهم عنده 5 نقط، وشبيبة القبائل رغم انه عنده نقطتين بس الا ان فوز واحد ممكن يرجعه للحياة تاني من جديد. نروح بقى للقمة العربية المنتظرة، هي شبيبة القبائل والاهلي على ملعب حسين ايت احمد في الجزائر. مباراة تعتبر حياة او موت للطرفين. الاهلي عايز نقطة واحدة يضمن بها التأهل، شبيبة القبائل مفيش قدامه غير الفوز. والاهلي بخبرة السنين عايز يريح نفسه ويقتل المجموعة ديت بدري بدري، ويريح نفسه من صداع الراس بتاع فرق شمال افريقيا اللي دايما بتقدم لقاءات رخمة جدا قدام الاهلي. بالرغم من فوز الاهلي في لقاء الذهاب الا ان المباراة كانت متكافئة بين الفريقين، وده اللي خلى الذكاء الاصطناعي يتوقع ان الاهلي هيبقى اقل استحواذ في المباراة دوت، وكمان هيبقى اخطر في الفرص، والخبرة هترجح كفته. لكن النتيجة الأقرب هتبقى التعادل، وأنا توقعي بيقول إن هي هيبقى فوز 1-0 للأهلي، خصوصا إن الأهلي بيحاول يقدم مباريات كويسة مع ياستورب، لكن هو بيلاقي شوية صعوبات آخرهم التعادل مع البنك الأهلي في الدوري المصري. والمباراة ديت هتكون يوم السبت 7 فبراير الساعة 9 بتوقيت مصر، والساعة 8 بتوقيت الجزائر، والساعة 10 بتوقيت السعودية. في نفس اللحظة وفي نفس التوقيت وفي نفس اليوم الجيش الملكي هيكون بيلاعب يانج افريكانز على ملعب الاولمبي في الرباط. مباراة مفتوحة وتقبل كل الاحتمالات، متوقع فيها اهداف كتير جدا، خصوصا ان الفريقين محتاجين النقط، واللي يكسب هيقرب جدا من التأهل. والذكاء الاصطناعي اتوقعها مباراة هجومية واخطاء دفاعية واردة كتير، والنتيجة هتبقى تعادل ايجابي 2-2.
اما انا توقعي الشخصي هو فوز الجيش الملكي لعوامل الارض والجمهور، خصوصا ان يانج افريكانز طالع من مباراتين الاهلي مستنفذ بدنيا وذهنيا. لو انت وصلت لحد هنا وشايف انك مستمتع معانا، اعمل لايك كده واكتب كومنت عشان تساعدنا في نشر الفيديو، واشترك في القناة عشان تتابع معانا خطوة بخطوة. نرجع بقى للمجموعة الثالثة، وهي تعتبر المجموعة المعقدة في البطولة كلها. الهلال السوداني في الصدارة معاه 8 نقط بدون هزيمة. سان داونز تاني المجموعة ب5 نقط. مولودية الجزائر وسانت لوبوبو كل واحد فيهم معاه 4 نقط. كل الفرق عندها أمل، وكل مباراة فيها ممكن تقلب الترتيب كله بالكامل. أول مباراة في المجموعة ديت هتكون يوم 6 فبراير، قمة تكسير العظام، القمة العربية بين مولودية الجزائر والهلال السوداني على ملعب علي عمار المدعو علي بونت بالدويرة. قمة عربية خالصة. الهلال السوداني بفضل التنظيم الدفاعي والارتداد السريع بيقدم مستوى كبير جدا في البطولة. مولودية الجزائر قوي جدا على أرضه وبيعمل حساب كبير قوي للهلال، خصوصا بعد لقاءين سان داونز في الجولتين اللي فاتوا، وكمان عايز يحافظ على الصدارة. وتاريخيا الهلال واجه المولودية 3 مرات، فاز الهلال مرتين والتعادل كان حاسم مرة، والمولودية تقدر تقول كده ما كسبش الهلال خالص. الذكاء الاصطناعي قال ان هي مباراة تكتيكية هيواجهها حذر دفاعي وفرص قليلة. النتيجة فوز الهلال 2-1، بس انا شايف ان الهلال يقدر يطلع بفوز كاسح من اللقاء ده عادي، ممكن يخرج ب3-0 كمان. المباراة اللي هتكون الساعة 8 بتوقيت الجزائر والساعة 9 بتوقيت مصر، الساعة 10 بتوقيت السعودية. المباراة التانية في المجموعة ديت هيكون يوم الأحد بين سانت لوبوبو وسان داونز في الكونغو. سان داونز فريق منظم ومبقاش بيقدم الكرة بتاعت زمان اللي احنا عارفينها بتاعت موسيماني ورولاني ماكوينا، ولا يعتبر انه بقى فريق عادي، لكنه بيعرف يلعب بره الارض كويس ويقدر يخرج بالنتيجه اللي هو عايزها، خصوصا لو مش عايز يفرط في المركز الثاني خلف الهلال السوداني اللي فشخهم الماتش اللي فات حرفيا. اما بقى سانت لوبوبو فده بيعتمد على الكرات الثابته فقط، وما شفتلوش اي نمط يذكر او حصل تشفع له، سوى مجرد انه فريق عشوائي جدا وملوش اي حلول غير الكور الثابته. الذكاء الاصطناعي توقع فوز سان داونز 1-0، وانا شايف انه يخرج بنتيجه اكبر من كده بكتير كمان. المجموعة الرابعة والأخيرة ملعب المالي متصدرها ب8 نقط، وراه الترجي ب6 نقط، وبيترو أتلتيكو ب5 نقط. سيمبا في المركز الأخير وفي منافسة لحد آخر نفس. سيمبا التنزاني اللي هيواجه بيترو أتلتيكو في إنجولا على ملعب 11 نوفمبر. سيمبا هو هيلعب آخر أوراقه وآماله في البطولة وما عندوش بديل غير المكسب عشان يكمل. أما بيترو أتلتيكو فهو فريق منظم وفرقة تقيلة تكتيكيا وبيعرف يحافظ على النتيجة. الذكاء الاصطناعي اتوقعها مباراة أعصاب واحتمال هدف مبكر يغير كل حاجة من سيمبا، بالرغم من فوز بيترو أتلتيكو في الذهاب والنتيجة المتوقعة هي 1-1. أنا بختلف مع الذكاء الاصطناعي وشايف إنها هتكون فوز لبيترو أتلتيكو، لأنه فريق بيبقى نازل عارف هو عايز إيه من الماتش ويقدر ياخد اللي هو عايزه بكل الطرق. سيمبا لازم يلعب لآخر نفس لو عايز يطلع بنتيجة ترضيه. المباراة هتكون يوم السبت الساعة 6 بتوقيت مصر، ونختم الجولة في تونس الخضراء يوم الأحد 8 فبراير الساعة 5 بتوقيت تونس، 6 بتوقيت مصر، و7 بتوقيت السعودية. مباراة الترجي واستاد مالي على ملعب 26 مارس في تونس. الترجي بخبرة إفريقية كبيرة وضغط جماهيري قوي هيقابل استاد مالي الفريق المنظم اللي بيعاني من التحولات السريعة. توقع سيطرة للترجي واستغلال الكرات الثابتة، والترجي لازم يكسب عشان صدارة المجموعة ويركب ويخلص نفسه من الحسابات المعقدة في المجموعة دي، خصوصا لو بيترو أتلتيكو هو اللي فاز على سيمبا. الذكاء الاصطناعي بيوافقني ان الفوز هيكون من نصيب الترجي بسبب العوامل دي كلها. النتيجة فوز الترجي 2-0. كده نكون غطينا كل مباريات الجولة الخامسة، مواعيدها وملاعبها، متوقعات الذكاء الاصطناعي بتاعتها كمان مباراة. مين في رأيك هيحسم التأهل ومين هيخرج من السباق ويروح بدري؟ الجولة دي هي اللي هترسم ملامح البطل. قولوا لي في الكومنتات مين الفريق اللي هيعمل المفاجأة ويخالف توقعات الاي اي، واهم سؤال مين بطلك المفضل اللي هيرفع الأميرة الأفريقية السنة دي؟ اصحاب التوقعات صح هيكون لهم تحية خاصة في الفيديو اللي جاي. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من دوري أبطال أفريقيا. كان معاكم بعد الدقيقة 90.